عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم على هذا الفيلم وعلى النقاش حتى الان مع الزميل عمرو حسن. اتفضل عمرو. في الواقع ان كان في نسبه متابعه عاليه جدا للفيلم يا زين، يعني من ضمن التعليقات التي جاءتنا الصحفي عبد الواحد عاشور يقول: برنامج الجزيره الوثائقي عن طاقه مصر المسلوبه او الغاز اكثر من رائع واحترافي. ادعو القنوات العربيه الاخرى للتعلم كيف يكون الاعلام بدلا من التهجيص وفقا لقوله. أما التدوينة التي جاءت أيضا على ذات الفيلم من البرلماني محمد أبو حامد يقول: بدأت قناة الجزيرة مرحلة ثانية من العمل ضد مصر وبدأته بنشر فيلم وثائقي حول الغاز يقول أنه ينطوي على أكاذيب وادعاءات باطلة ومحاولات للتشويه بالتأكيد وفقا لوجهة نظري. لكن على صفحاتنا المختلفة علاء خضر يقول: هي جت على الطاقة، ما هي كل حاجة مسلوبة. أما بلال وهب فيقول: الزياطين وفقا لتعبيره الذين شتموا مرسي طويلا بعد فيلم المندس لن تسمع لهم ركزا اليوم بعد إظهار بعضا من جهوده في فيلم الطاقة المسلوبة. أما محمد حمدي فيقول: الفيلم فضيحة عالمية لفساد مبارك. مجدة تقول: مصر ليست بلدا فقيرا بل أفقرها رجال مبارك وحماهم الجيش والنظام الفاسد من المساءلة والمحاكمات العادلة. أيضا على فيسبوك عماد يقول: كل ده خير فيك يا مصر وإحنا مش لاقيين ناكل. على تويتر نذهب سريعا مع أبو آية يقول: إسرائيل انتصرت علينا جوا وبحرا وبرا يا سيسي. أحمد حسن يقول: وثائقي خطير وفي الوقت المناسب. أما يوسف فيقول: كلها مسلوبة مش الطاقة بس. هاشتاج الطاقة المسلوبة الذي بدأ في الرواج على مواقع التواصل. كلنا رابع هذا الحساب يقول: اتضحت خطة الانقلاب على مرسي بما أن شركات الغاز يتحكم بها المخابرات فمنعت الغاز قبل 30 من يونيو حتى يغضب الشعب على مرسي وفقا لقراءته الشخصية. أما هذا الحساب فيقول: بعد كل هذه الحقائق التي كشفت للشعب أما آن للشعب أن يستفيق؟ هذا هو السؤال. شكرا.